تعالى اقول لك ليه مش دايما الهبوط الناعم هو احسن اختيار. ناس كتير قوي بتسقف للطيار لما بينزل بهدوء شديد وفاكره ان الهبوط الناعم هو احسن اختيار. في الفيديو ده انا هغير لك وجهه نظرك 180 درجه في 3 اسباب يخلوا الطيار ما ينزلش بالراحه خالص، او زي ما احنا بنقول عليها سموز لاندنج. اول حاجه ان الطيار لما بينزل بهدوء شديد العجل بتاع الطياره بيفضل ملامس للران واي اطول فتره ممكنه، وده طبعا قبل ما الطيار يدوس فرامل، وده بيطول فتره احتكاك العجل بالران واي، وبكده هتزيد حرارته فممكن نوصل في الاخر ان العجله تنفجر. تاني سبب ان الهبوط الناعم بيخلي الطياره تاخد مسافه اطول عشان تستقر على الارض، وده معناه استخدام للمحركات اكتر واستخدام للفرامل اكتر، فده بيزود استهلاك الوقود وبيزود من تكلفه التشغيل، وده طبعا مقارنه بالطياره بتحرقه ولا حاجه. بس لو جيت بصيت لها في السنه كلها، لو الطيارات كلها بتعمل سموث لاندنج هتفرق كتير. تالت سبب ان الرانوي لازم يبقى طويل جدا عشان الطيار يعرف يعمل سموث لاندنج. طب وايه الحل؟ الحل ان الهبوط المثالي مش دايما لازم يكون ناعم، المهم انه يكون محسوب بدقه. وهنا بقى بتيجي شطاره الطيار، انه يعرف يحدد امتى ينزل بهدوء شديد وامتى ينزل جامد شويه. فالمره الجايه لو حسيت بهبوط جامد شويه ما تقلقش، الطيار بيعمل كده لمصلحتك ولمصلحه الطيار. وفي الاخر اهم حاجه نوصل بسلام، مش بس نوصل بالراحه. لو حصل معاك الموقف ده اكتب لي تحت في الكومنتس. كان معاكم عمرو دياب، وسلام.